عارفة إحساس إنِك تبُصّي في المراية فجأة وتحسّي إن الملامح اللي قدّامِك دي ليكِ بس مش أنتِ؟ الإهمال يا قلبي ما بيجيش بخناقة ولا بصوت عالي، الإهمال بيتسحّب لحياتنا في هدوء ومن غير ما نحس بيه. مش جاية النهارده علشان ألومِك ولا علشان أقول لِك قومي اتغيّري حالًا، بس اعتبري فيديو النهارده قعدة ستات علشان نفهم إيه اللي حصل ونبدأ نرجع لنفسنا ومن غير ضغط. اسمعيني بهدوء وركّزي، إحنا عاوزين نلاقي نفسنا مش نهلكها ولا نلومها ونرهقها. ونحسس نفسنا بالذنب زيادة. قبل ما أكمل كلامي هتعبك معايا شوية وتنزلي تحطي اللايك وتشتركي في القناة وتطلعي تاني، ويلا بينا نكمل كلامنا ونعرف ازاي الإهمال بيبدأ من غير ما تاخدي بالك منه. أكيد مفيش واحدة بتصحى الصبح تقول أنا من النهاردة ههمل نفسي، لأ، الموضوع غير كده خالص. انت بتعملي شوية تصرفات عادية وما بيجيش في بالك ان التراكمات وإهمالك لحاجة ورا التانية بيزود الدنيا. الإهمال بيبدأ لما تكسلي تعملي لنفسك فطار وتاكلي بواقي أكل الولاد، بيبدأ لما تبصي لعلبة المرطب بالليل وتقولي أنا هلكانة ومش قادرة أرفع إيدي، هنام وخلاص مش لازم النهاردة. عاوزاكي تبصي في المراية ثانية واحدة كده، شايفة الست الجميلة دي؟ تعبتي صح؟ شلتي مسؤولية البيت والأولاد والجواز ومشاكل الحياة اللي ما بتخلص، وفي وسط كل ده نسيتي أهم حد في الصورة كلها، نسيتي نفسك. فجأة لقيتي نفسك الروتين سحلك وبقيتي تبقي الكل على راحتك، ولما تبصي لصورك بتاعت زمان تقولي ياه فين أنا. لو حاسة إنك أهملتي نفسك لفترة طويلة وجمالك وصحتك ونفسيتك بقوا في آخر قائمة اهتماماتك، يبقى ما غلطتيش لما قررتي تكملي معايا الفيديو النهاردة. النهارده هنبدأ مع بعض بداية جديدة، هقولك على خطة وروتين عملي هيرجعلك ثقتك في نفسك من تاني وبأقل الإمكانيات، وده وعد. انت مش محتاجة ألوفات ولا وقت بالساعات، محتاجة بس قرار، وانك من النهاردة هتكوني أولوية وتبدأي رحلة التغيير. قبل ما نتكلم في كلمات ووصفات لازم نقف وقفة صراحة مع نفسنا ونصلح اللي جوه الأول، لأن أي اهتمام خارجي مش هيعيش لو انت من جوه مش راضية. بصي، الاهتمام بالنفس عمره ما كان أنانية ولا دلع زي ما اللي حواليكي بيحسسك، الاهتمام ده ضروري وواجب عليكي تجاه نفسك. المعادلة بسيطة، فاقد الشيء لا يعطيه. لو انت دايما مطفية وتعبانة ومهملة في نفسك، هتعرفي ازاي تنوري حياة اللي حواليكي وهتديهم حب واهتمام منين وانت الكوباية بتاعتك فاضية؟ اول خطوة في رحلتنا هي التصالح. عاوزاكي تسامحي نفسك على كل فترة اهملتي فيها صحتك او جمالك. قولي لنفسك انا عملت اللي عليا وجه الوقت اللي طبطب فيه على نفسي. خدي قرار حقيقي من جواكي انك من النهارده مش هتكوني في اخر الطابور، وبلاش الحجج بتاعت اصل الميزانية مش مساعدة او لما العيال يكبروا شوية. العمر بيعدي واللي هتعمليه لنفسك دلوقتي هو اللي هيعيش معاكي لبعدين. انت غالية وتستاهلي تكوني مبسوطة ومرتاحة، وبالإمكانيات اللي في ايديكي وفي بيتك هنقدر نرجع الضحكة لوشك من تاني. كل المطلوب منك هو الإرادة وبس. نيجي بقى للجد، الروتين اللي هنمشي عليه عشان هو ده الأساس اللي هيبني يومك ويخليكي دايما فايقة وراضية عن شكلك. والأحلى إن احنا نبسطه وما ياخدش مننا وقت أكتر من 5 دقايق أو 10 دقايق كل يوم الصبح وبالليل. يعني مش هيعطلك خالص عن الطبخ ولا التنظيف ولا مذاكرة الولاد، بس تأثيره على نفسيتك وبشرتك هيكون سحر. تعالي نقسمه لخطوات بسيطة ونخليه يومي وأسبوعي وشهري. أولا، أول ما تصحي من النوم وأول ما رجلك تلمس الأرض ادخلي الحمام واغسلي وشك بغسول مناسب لبشرتك، ولو مش معاكي فلوس صابونة طبية من الصيدلية هتأدي الغرض. بعد كده سرحي شعرك واعملي تسريحة مريحة وشكلها لطيف، وبلاش كحكة الحرب اللي بنرفعها لفوق دي أرجوكي. رشي برفان أو سبراي ريحته حلوة وهادية للنهار، وعاوزاكي حتى لو واقفة في المطبخ وبتعملي الأكل تبقي شامة ريحة حلوة في نفسك. ولما تعدي من قدام مراية تفرحي بشكلك المرتب، ده لوحده بيديكي طاقة ونشاط مش طبيعي. تاني حاجة، الترطيب مهم جدا لأن ده اللي هيحمي بشرتك من التجاعيد. هاتي علبة مرطب سعرها على قد ميزانيتك، عندك نيفيا أو جليسوليد أو أي نوع بتفضليه، وأول ما تخلصي المواعين رطبي إيدك، وقبل ما تنامي بالليل خدي دقيقتين بالظبط برضو رطبي فيهم وشك وإيدك ورجلك. الحركة دي بتخليكي تصحي الصبح جلدك ناعم ووشك مشدود ومريح. تالت حاجة، شرب المية مستحضر تجميل رباني. طول ما انت رايحة جاية في الشقة بتكنسي بتمسحي، خلي في ايدك ازازة المية بتاعتك، ويا سلام بقى لو حطيتي فيها شريحتين ليمون او ورقتين نعناع كده فريش، وكل شوية خدي منها بقين. المية دي هي اللي هتغسل جسمك من السموم، وهي السر الاولاني والاساسي علشان بشرتك تفضل منورة وصافية، وكمان بتدي جسمك طاقة تخلصي بيها كل اللي وراكي ومن غير ما تحسي بهبوط. شفتي خطوات بسيطة ومش مكلفة
مكلفة، بس لو عملتيها كل يوم هتلاقي نفسك اتغيرتي وبقيتي دايما مزهزهة وبأقل مجهود. نيجي بقى للروتين الأسبوعي. بعد تعب أسبوع كامل في البيت والطلبات هيجي الوقت اللي لازم تفصلي فيه تماما. عاوزة منك يوم واحد بس في الأسبوع، وليكن يوم الأجازة، أو بالليل خالص بعد ما تخلصي كل اللي وراكي والبيت كله يهدى والولاد يناموا. الساعتين دول بتوعك انتي وبس، هنسميهم ساعة الدلع والانتعاش، وهنعمل فيهم روتين يرجع لجسمك وشعرك الحيوية. اولا الحمام الدافي والسكراب السحري. ادخلي خدي دش دافي وطويل يفك عضلاتك التعبانة من وقفة المطبخ، وقبل ما تخرجي هنعمل مع بعض اشهر واقوى سكراب طبيعي للجلد في العالم ومن مطبخك. هاتي برطمان صغير، حطي فيه معلقتين سكر كبار وعليهم معلقة زيت زيتون او جوز هند وممكن نقطة ليمون او شوية بن. افركي بالخليط ده جسمك بحركات دائرية بالراحة، خصوصا الاماكن الجافة زي الكوع الركبة. السكراب ده بيشيل كل الجلد الميت وبيحرك الدورة الدموية وبيخلي جسمك ناعم وريحته تجنن، وهو من غير ما تشتري حاجة خالص. تاني حاجة ماسك النضارة للوش. وانتي قاعدة مستنية جسمك يرتاح، اخلطي معلقة زبادي مع نص معلقة عسل ابيض، حطي الماسك على وشك ورقبتك وسيبيه ربع ساعة واغسليه. هتتفاجئي بنضارة ونعومة في وشك ما كنتيش بتشوفيها بقالك فترة طويلة. ولو عندك هالات سودا، شريحتين خيار او باكيت شاي تحت عينيكي هيعمل الواجب وزيادة. طبعا باكيت شاي بيكون مبردينه شوية في الفريزر. تالت حاجة شعرك هو تاجك، ومن كتر الربطة بيتبهدل ويقع. قبل ما تدخلي تاخدي الحمام بتاعك بساعتين، هاتي زيت طبيعي، زيت زيتون، لوز، جوز هند، ودفيهم ودلكي بيهم شعرك والأطراف كويس جدا، ولفيه بفوطة دافية. حمام الزيت الأسبوعي ده هو اللي هيرجع لشعرك اللمعان وهيقلل الهيشان وهيخلي شعرك يرجع يطول ويبقى صحي وقوي ومش مقصف. الساعتين دول طبعا مش تضييع وقت، دول هما اللي هيدوكي طاقة وبنزين يخليكي تقدري تكملي الأسبوع الجديد وانتي نفسيتك مرتاحة ومقبلة على الحياة. ونوصل بقى لعمرة الست. الروتين الشهري ده هو يوم التجديد الشامل، اليوم اللي بتخلعي فيه عباية الروتين اليومي تماما وبتعملي إعادة ضبط مصنع لشكلك ونفسيتك. مرة واحدة كل شهر خصصي لنفسك نص يوم واعتبريه مكافأة ليكي على كل تعب الشهر اللي فات. وتعالى أقولك هنعمل إيه خطوة خطوة وبأقل تكلفة. شعرنا من الإجهاد والمية والوقفة في الحر أطرافه بتهيش وبتتقصف. كل شهر هاتي مقص حامي مخصص للشعر وقصي حوالي 1 سنتي بس من الأطراف التالفة. الحركة دي بتخلي الشعر يتنفس وبتنشطيه علشان يطول صحي ومن غير ما يتقصف. وبشرتك برضو مش محتاجة تروحي بيوتي سنتر وتدفعي مبالغ كبيرة. هنعمل حمام بخار بسيط جدا في البيت. هاتي حلة فيها مية تكون بتغلي وحطي فيها نعناع أو بابونج وقربي وشك منها بس على مسافة، وغطي راسك بفوطة وخلي البخار ده يفتح مسام وشك لمدة 5 أو 7 دقايق. بعد كده بقطنة اضغطي بالراحة على أماكن الرؤوس السوداء حوالين الأنف والدقن، هتلاقيها بتطلع معاكي بكل سهولة. وبعد ما تخلصي اغسلي وشك بمية ساقعة ورشي مية ورد متلجة علشان تقفلي المسام على نظافة ووشك ينور. ويلا بقى ندخل على البديكير المنزلي. رجلينا هي اكتر حاجة بتتبهدل من وقفة المطبخ. هاتي طبق فيه مية دافية على قد ما تستحملي وحطي شوية ملح وخل وشوية من الشامبو او الشاور جل بتاعك. ولو تعرفي تجيبي الاملاح بتاعة البديكير بتبقى برضو جميلة جدا وعلى فكرة مش غالية. ونقعي رجليكي فيها لمدة تلت ساعة لحد ما الجلد يطرى تماما. بعد كده بالحجر ودعكي كعب رجلك كويس علشان تشيلي كل الجلد الميت، وقصي ضوافرك واعملي سكراب سريع، وفي الاخر نشفيها وادهنيها بكميه محترمه كده من الفازلين او اي كريم مرطب عندك، والبسي شراب ونامي وهتصحي الصبح تحسي انك ماشيه على السحاب. هنيجي بقى للاهم، تجديد طاقتك النفسيه. التجديد مطلوب لكسر الملل، مش لازم تشتري لبس غالي. غيري لون الروج اللي متعوده عليه، حطي لون مانيكير مبهج وبتحبيه، او اشتري توكه شكلها حلو لشعرك او بيجامه بيتي جديده حسب الامكانيات. طبعا الفكرة هنا ان التغيير بيدي اشارة لعقلك ونفسيتك انك بتتجددي وانك لسه مهتمة بالتفاصيل وفوقتي من الإهمال. في نهاية كلامنا النهاردة، اهتمامك بنفسك خليه أسلوب حياة. الست الذكية هي اللي بتعرف تسعد نفسها بأبسط الأشياء وما بتفضلش تندب على حالها والظروف لحد ما يتسرق منها أحلى لحظات عمرها. ما تخليش الدنيا تلهيكي عن نفسك لأنك غالية وتستاهلي تشوفي نفسك دايما في أحسن صورة. ابدأي من النهاردة خطوة خطوة وهتشوفي إزاي هترجعي تحبي حياتك من تاني، والكل هيلاحظ التغيير ده. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناة علشان
عشان تشجعي كل اخت وصاحبة ليكي تنضم لعيلتنا، واكتبي لي في التعليقات ايه اول خطوة هتبدأي بيها النهاردة، واشوفكم في فيديوهات جاية كتير اقوى واعمق واقرب لقلوبنا، وسلام.